السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الترامبولين السوماني بتشيل معانا وزن 150-160 كيلو. هنعمل لكم فيديو للتركيب بتاعها دلوقتي. اول حاجة، اول ما بتطلعها من الكرتونة بتبقى بالشكل ده. كل اللي حضرتك مطلوب منك تعمله انك انت نفتحها سوا دلوقتي وهنوريكم منظرها بعد ما تتفتح. تمام، هي كده خلاص احنا فتحناها. طبعا انت مش هتعرف تفتحها لوحدك، لازم حد يعني اتنين يمسكوها من الجهتين مع بعض علشان يفتحوها. بيجي معاها البنزين دول، بنز بيتحط في كل ركن علشان يمنعها ان هي ترجع تتفتح تاني. ممكن بس البنز يبقى ناشف شوية معاك وانت بتدخله، ده امان ليك انك انت بتدخله علشان ما تتحركش تماما. هو كده ده دخل وده كمان دخل. تبدأ بعد كده المطلوب منك انك انت تركب الرجول بتاعتها. طبعا هي نظيفة جدا بصراحة، الباكجينج بتاعها محترم جدا، ان كل رجل هم محافظين عليها قبل ما يشحنوها في الصين وحاطين لها القطعة البلاستيك دي. هي قطعة بلاستيك بسيطة جدا بس بتساعد ان الصامولة دي ما تتاكلش. فلما تيجي تنزل الرجل عليها، اولا الرجل كمان تقيلة، الرجل نفسها الحديد بتاعها محمل، والقطر بتاعها اكبر من الطبيعي. لو كنتوا شفتوا الفيديوهات اللي قبل كده، الرجول بتبقى اصغر من كده والقطر اصغر واخف من كده. فالرجل ما شاء الله محترمه جدا. اهم نقطه ان احنا بنحط الرجل في مستوى عمودي ونلف بالراحه علشان نطمئن ان احنا ماشيين صح قبل ما نكمل لف. لان من الاخطاء اللي بتحصل من بعض العملاء ان هم بيلفوا الرجول غلط، فبتبدا ان هي تاكل في الصاموله، فتبدا في المستقبل ان هي الرجل نفسها ما تستحملش وتتقطم. تمام كده زي ما انتوا شفتوا. يعني هو السيتوي او الموقف حصل قدامكم على الكاميرا علشان تاخد بالك اذا كنت ماشي صح او ماشي غلط. فاحنا كده ماشيين صح الحمد لله. تفضل تلف الرجل لحد ما تطمئن ان هي ما بقاش فيها لفه، خلاص وصلت للاخر. وما تلفش اكتر من كده عشان الصاموله ما تتاكلش منك. هنعمل كده في كل الرجول ونكمل معاكم. يلا يا باشا. كده احنا ركبنا الرجول بتاعتها. المرحله الثانيه ان احنا هنركب الايد وبعدين نبدا نقلب الترامبولين ونجربها قدام الكاميرا معاكم. طيب الرجلين الورانيين اللي هم في ظهر اللوجو بالظبط بتركب فيهم زي وصلة دي علشان تقويهم مع بعض، والتقوية دي بتركب فيها العمود. العمود ده اللي بيركب فيه الماسورة اللي بنقدر نحدد فيها الارتفاع بتاعها بتاع اليد في النهاية. يعني كل ده علشان يأمن اليد ان هي ما تقطمش، لان الترامبولين اللي بتشيل اوزان اقل من كده لو حملنا على اليد بتاعتها بتتقطم. فهم هنا بيحاولوا يعزموا اليد اكتر علشان ما تتقطمش. وده مش معناه ان احنا واحنا بنتمرن عليها نحمل على اليد، لا. هو احنا في الاخر دي كلها تقويات، مش معناها ان احنا نحمل. برضو بنحاول ان احنا نلمس بس او نحافظ على اتزاننا واحنا بنتمرن عليها مش اكتر. طيب احنا كده الحمد لله ركبناها زي ما قلنا لحضراتكم. ركبنا الوصلة من ورا، بس بنقفل فيها التقفيلة الاخيرة. ركبنا الوصلة من ورا اللي ما بين الرجلين اللي هي متعزمة علشان الهولدر بتاع اليد ركبت. وكمان جاي معاها حامل موبايل. دي فكرة يونيك مش بتحصل في ترامبولين كتير من اللي بنشتغل فيهم. العرض بتاعها 1.10 متر، العمق بتاعها 1.10 متر، الارتفاع بتاعها حوالي 34 سنتي. دلوقتي اليد معمولة على اقل ليفل فيها، فاحنا بنتكلم ارتفاع اليد من الارض حوالي 1.20 متر، وممكن تطلع كمان اعتقد ممكن تطلع كمان مستويين او 3 مستويات. هي بالنسبة لي مريحة جدا. انا جربتها دلوقتي قبل ما نفنشها. هي مريحة جدا في التمرين، والحامل لطيف جدا. ممكن تأجست على حسب حجم الموبايل بتاعك، وممكن تتحكم هو موجود فين عن طريق البنز ده. وده اللي بيفتح وبيقفل عشان حجم الموبايل، وده اللي بيثبت المكان بتاع الحامل. انا هصور لكم دلوقتي وانا بستخدمها علشان تبقوا شايفين الثبات بتاعها في العموم. ننزل تحت كده اوريهم ان هي ما بتنزلش بيا جامد. متتحركش اصلا من مكانها. ايه؟ متتحركش اصلا من مكانها. ما بتتحركش، مفيش حاجه بتنزل يعني. اليد بتاعتها ما شاء الله.